طب وبعدين الانترنت الارضي غالي للمره الثالثه. علشان تبقوا ماشيين معايا على الخط، في سنه 2024 زودوا اسعار النت 33%، فكانت اقل باقه اللي بتوفر 140 جيجا سعرها كان 136 جنيه وبقت 182 جنيه. نيجي بقى للسنه اللي بعدها في 2025 زودوا الاسعار بنسبه 31% وسعر اقل باقه بقى 239 جنيه. نسكت؟ لا لا لا، تعال نزود كمان في السنه الجديده. اقل باقه دلوقتي عملوها 150 جيجا والسعر بقى 296 جنيه، يعني الزياده داخله في 24%. والشركات بتقول لك عشان عارفين ان انت شخص كحيان وحالتك ضنك هنعمل لك باقه جديده ورخيصه. باقة 50 جيجا ب 171 جنيه. مفاجأة مش كده؟ وكمان بقى دي أسعار الباقات الإضافية بعد ما غلي. سعر الإنترنت بقى أغلى بكتير جدا من فواتير الكهرباء اللي بندفعها. يعني أنا مش عارف إزاي كل دول العالم النت فيها رخيص جدا وغير محدود كمان. وكمان اتفاجئت إن أسعار باقات الموبايل كمان زادت. أنا كنت مشترك على فليكس 150، بفتح التطبيق دلوقتي لقيتها اسمها فليكس 175. طب الشركات دي كلها بتروح تعمل إعلانات بملايين الفلوس كل رمضان. أنا كمستخدم استفدت إيه من الكلام ده؟ وأنتوا أصلا مش محتاجين تعملوا اعلانات. لنا الله يا شباب.